السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الهريسة الدمياطي. هنزلها ليكم بأسرار زي ما بتتعمل في أكبر المصانع بالظبط. مقدار أشهر مكان موجود في دمياط. طبعا الناس اللي من بحري عموما وراحوا دمياط وأكلوا من حلوياتها عارفين يعني ايه حلويات دمياط. يعني التسوية المظبوطة اللي تطلعها معانا بنتيجة مثالية جدا، لا محجرة، وهتكون شاربة شربتها كويس جدا. القطع كده بتتقطع بقطعتها. عايزة بقى كتير لايكات للفيديو ده وكمان شير عشان الريتش الفترة دي يا جماعة مش حلو خالص. شايفين شكل الهريسة عامل ازاي؟ يلا تعالوا بينا نسمي الله ونشوف الطريقة. الحاجة هبتدي بيها هي الشربات. في بولة هنزل عندي بكوباية وربع من السكر وعليهم كوباية من المية، وكمان هنزل بنقطتين 3 من الفانيليا، سواء فانيليا بقى سايلة او فانيليا بودر مفيش مشكلة. وهعصر عليهم نص ليمونة. بعد كده هرفعهم على النار، ومجرد ما بيغلوا يا جماعة بهدي النار عندي على اهدى نار مدة 5 دقايق، وبطفي على طول النار بدون انتظار وقت طويل. تمام، وبحطه بس في اي حاجة باردة. وكده خلاص يكون الشربات معانا جاهز. تعالوا بينا نعمل عجينة البسبوسة. اول حاجة نزلت عندي ب40 جرام من المية واللبن، 20 جرام مية 20 جرام لبن، يعني معلقتين كبار مية ومعلقتين كبار حليب. خلاص، واخدهم كده ارفعهم على النار لحد ما يبدأوا يغلوا. يعني انا عاوزاهم يسخنوا عشان لسه هضيف عسل، فعايزة العسل ده يضاف معايا بسهولة. انا نزلت هنا عندي بمعلقة كبيرة من عسل النحل. تمام كده شايفين، وببدأ ان انا ادوبه. مجرد ان انا بنزل فيه في الحليب الساخن ده يا جماعة بيدوب معايا بسهولة. خلاص، عليهم بقى هنزل ب80 جرام من جوز الهند الخشن او الرز، يعني كانوا تلت كوباية تقريبا. خلاص، وهقلبهم كده كويس جدا. الفكرة دي ان بتخلي الجوز الهند يتشرب معايا المواد السائلة دي، فهيطرى معايا شوية. تمام كده، وهسيبه على جنب مدة 10 دقايق لحد ما يطرى كويس او يتشرب كويس السوائل عليهم بتاعتي. هنزل ب125 جرام من السكر الحبيبات اللي هو السكر العادي، كانوا بالكوبايات نص كوب زائد معلقة كبيرة. هقلب كويس جدا برضو، وعليهم هنزل بنص كوباية من السميد الناعم اللي هو سميد البسبوسة. وبايدي بقى هبدأ ان انا افرك حبيبات البسبوسة كلها لحد ما تتغلف واحس ان هي كده زي المندية. تمام، لحد دلوقتي احنا لسه محطناش مادة دهنية خالص، بس هتحسوا شوية ان هي كده لما تضغطوا عليها هتحسوا ان هي بتتشكل معاكوا. لما تيجوا مثلا تدحرجوها في ايديكوا مش هتفك بسهولة. هنزل عليهم بقى بالسمنة اللي انا مسيحاها، وكانوا بالجرام 165 جرام. مهم ان انا اسيحها عشان فرك البسبوسة في الوقت ده تكون اسهل بكتير. كمان عاوزة اقول لكم كمية السمنة دي مظبوطة قوي، لا هي كتير ولا هي قليلة. وبالمعلقة بقى هقلب كده كويس جدا لحد ما كل حاجة تدوب كده في بعضها. يعني هي مش هتدوب بس الحبيبات بتاع البسبوسة تتغلف كويس جدا بالسمنة، واحس ان كل الخليط قوامه كده قوام واحد، ما هواش جزء ناشف قوي وجزء فيه سمنة شوية. تمام، فاحسن حاجة في الموضوع ده ان انتوا تشيلوا كده المعالق او اي حاجة وابدأوا ان انتوا تفركوها كويس بايديكم. يعني ايديكوا هي اللي هتطلع النتيجة الكويسة. باخد كده شوية من خليط الهريسة وبضغط عليه كده بايدي وبدحرجه، ما بيفكش معايا الى حد ما. خلاص، وده المفروض يكون قوامها بالشكل ده. كده الهريسة معايا ناجحة، واضمن ان هي هتطلع معايا مش محجرة وهتكون كمان شاربة الشربات. جبت صينية مدورة اللي هي اصغر صينية من صواني الفرن، بيبقوا 3 كده مدورين فوق بعض. انا خدت الصغيرة بتاعتهم، وببدأ ان انا اخد الهريسة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بفردها كويس قوي عشان كلها تكون سمكها واحد، ما تكونش حتة عالية وحتة تانية تكون واطية. هكمل بنفس الطريقة لحد ما كل كمية البسبوسة او الهريسة تخلص معايا. واسويها بقى كويس جدا، وانا بساوي بضغط عليها. طبعا ضغطة الايد دي مش هي الاخيرة، احنا لسه هنعمل ضغطة تانية، بس المهم احنا بشكل مبدئي بسويها كده. وعلى طول بقى بنزل عندي بالمكسرات. المكسرات اللي المفروض بتكون موجودة للهريسة البندق يا جماعة. خلاص كده، انا كان عندي بندق وكان عندي فستق حلبي، كان عندي كاجو، وكان عندي
لوز، يعني كان عندي شويه كده مكسرات مشكله فنزلت بيها. بصراحه الميكس ده عمل طعمه حلو قوي. خلاص انا طبعا بتكلم على الوش اللي بيتعمل في دمياط، وش الهريسه بتاع دمياط، غير وش الهريسه بتاعه الحلواني العادي اللي هو اي حلواني تاني غير دمياط. لو مش موجود مكسرات مفيش مشكلة، تقدروا تاخدوها رشة من جوز الهند بس يكون خشن، هيبقى برضو طعمه حلو واي حاجة متاحة عندكم هتبقى زي الفل، يعني ما تقلقوش. هو البندق طبعا بيديها طعم احلى، هو اصلا البندق لوحده طعمه حلو قوي، فانا بصراحة بحبه يعني. ودايما المكسرات دي بتبقى عندي كده للظروف. عموما بجيب بقى كيس كبير وبحطه كده على الوش عندي، وبجيب صينية مدورة مقاسها تكون صغير، وبضغط بالصينية كده زي بالظبط ما بحط الصينية دي زي ما بضغط الكنافة، نفس الطريقة بالظبط. وعلى طول بقى هدخلها الفرن بتاعي ويكون ساخن على درجة حرارة 190 مدة 10 دقايق او ربع ساعة، مش اكتر من كده. مجرد ما الجوانب تاخد لون ذهبي بفتح عليها الشواية من فوق تاخد لون ذهبي كده خفيف، ما تغمقوهاش لان هي لسه لما تشرب الشربات لونها هيغمق شوية. شايفين بقى الجمال؟ شايفين شكلها لما خرجت عاملة ازاي؟ بجد رهيبة، شكلها رهيب وريحتها رهيب وطعمها مش عايزة اقول لكم بقى. وبنزل على طول بقى كده اول ما بتطلع من الفرن، بنزل على طول بالشربات بتاعي، الشربات بارد والهريسة سخنة، وبنزل على طول بكل الكمية. شايفين؟ مجرد ما بنزل عندي الشربات على الهريسة، الهريسة بتشربها على طول. الهريسة معايا مظبوطة جدا، لو هي مش مظبوطة مش هتشرب الشربات بتاعنا. الهريسة بقى ما ينفعش تتقطع وهي سخنة خالص يا جماعة، على الأقل نسيبها ساعة ونص لحد ما تبرد تماما. لو جيتوا قطعتوها وهي لسه سخنة هتتفرفت منكم خالص وهتبقى مش متماسكة. تمام. انا هنا بقى بقيت احاول ان انا اقطعها كده، وبصراحة كنت شايلة ابني على ايدي وقعد يخيلني شوية بالكاميرا، والمهم ان انا قطعتها خطوط هتشوفوها معايا مش لطيفة شوية. تمام. حسيت ان انا اتلبخت فيه كده وما قطعتش القطع مظبوطة. عموما هي كانت مظبوطة من غير ولا غلطة. شايفين بقى لما باجي اقطعها كده القطعه طالعه معايا مظبوطه ازاي؟ وعاوزه اقول لكم كده بامانه انا ما كملتش ساعه ونص، يعني انا ما عرفتش ان انا اكمل اقعد كده ساعه ونص من غير ما اعملها، فكانت لسه دايبه كده كمان يا جماعه. شايفين بقى عامله ازاي؟ ما هياش محجره ولا ناشفه ولا اي حاجه، وكمان شاربه كل الشربات. شايفين يا جماعه طراوتها عامله ازاي؟ رهيبه بجد. حرفيا لو ما جربتوش الهريسه بالطريقه دي قبل كده لازم تجربوها، لان هي طعمها حلو جدا جدا جدا. وبس كده يا حلوين، الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى من كل قلبي لو وصلتوا لحد هنا ولسه ما اشتركتوش في القناه ضروري لازم تشتركوا. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد ووصفه جديده. باي باي.